سيدي اللي غيدق عليه شي حد في الباب ديال الديبو راه غادي يفتح لي الباب غيهضر معاه تما، ولا لا كانت النيه ديال القتل غيقتلوه تما. لا، السيد بان بان المكان اللي تلقات فيه الجثه في الكارسوني في السكن تقتل تما. اذا هذا شي حد اللي تعرفوا وجابوا رحب به دخلوا حتى لعنده تما. شكون هو السيد تيجي قال لك اودي ما تيجي عنده حتى شي حد. قال لك السيد راه ماشي ما بعيد شي بزاف، قال لك راه غير من هنا من النواحي ديال الدار البيضاء. غريب ما كيجي عنده حتى شي. قال لك ما السيد تيأكد قال لك ما كيجي عنده حتى شي حد. قال لك راه الا دخل شي حد هنايا عندنا قال لك راه من العمال. قال لك اما شي حد شي صاحبه ولا قال لك ودي السيد واحد الرجل حدودي شويه بهذا المعنى هذا تنقول حنا انطوائي ما عنده علاقات، ما تعرف الدراري اللي خدامين هنايا وحدودي ما تيطول شيء معاك الهضره بزاف. قال لك انا اللي تنعرف هو انه ما عمره جا عنده شي حد. غريب علاش بالضبط حتى السيد تحطات عنده 12 مليون في ديك العشيه عاد تقتل هو؟ واش هذه صدفه او لان هذا شي حد اللي جا من اجل السرقه، عارف بان فلان راه غادي يبقى غير بوحدو في ديك الليله تما، ما عارفش بان راه كاين 12 مليون لما جا راه هزاو. ربما كانت فكره ديال المباغته ديال هذاك السيد والقتل ديالو السرقه ديالو كانت فكره استباقيه قبل 12 مليون. ربما الجاني ما كانش على علم بان راه كاين 12 مليون. واش هذه صدفه؟ ما عرفتش. غريب. الناس ديال التشخيص القضائي هما تما رفعوا شي بصمات من هنا وشي بصمات من هنا. كلفوا داك السيد قال له ودي الله يجزيك بخير اتصل لينا بالعائله ديالو الا تعرفهم. قال لك اودي راه غادي نتصل بهم. قال لك انا ما عنديش الا الرقم ديالهم ولكن راني تنعرف السيد راه من نواحي ديال مدينه بير جديد. قال لك انا غادي نمشي نخبر العائله ديالو الخوت ديالو كذا. قال لك اما السيد راه ما مزوجش شي وما عنده لا ولاد لا والو. هذوك الارقام اللي كانت عباره عن مكالمات وارده على الهاتف ديال الضحيه هي تقريبا ديال العائله ديالو ديال خوتو واحد ولد خوه وشي بنت خوه متصلين به ربما. ولكن في هذيك الليله ديال العرفه اي تقريبا حتى الجوي ديك 11 الليل عاد كانت اول مكالمه وارده عن الهاتف ديال الضحيه لما يرد عليها من طرف شكون؟ من طرف واحد بنت اختو متصله به. لما جات بنت اختو قالت لك اودي راه خالي راني تنتصل به وهذا وانا عارفه بوحدو واتصلت به غير باش نبارك ليه العواشر والعيد كيف ما باركت بزاف ديال الناس ديال العائله وسي نورمال عائلته غادي يتصلوا به. كاين السيد شكون اللي جا عنده دخل عنده حتى تما ودخلو حتى لغرفه النوم ديالو وقاتلو. اولا هادو اللي جاو ربما دقوا على السيد وفتح لي من الباب وباغتو السيد وبقاو سدوا الباب وجروا السيد حتى لداخل تما ضربوه وقتلوه. قالوا لي جبد لينا ربما داكشي اللي عند السيد ما بغاش يتكلم قتلوه وداروا خدمتهم هما من تلقاء نفسهم. يمكن هذه كلها فرضيات مطروحه ولكن شكون؟ حتى شي حاجه اللي ربما ممكن يعثروا على الناس ديال الدرك ولا الناس ديال التشخيص القضائي كالوقه ربما تسربت من احد الجاني او الجاني او الجونات يمكن يعتمدوا عليها في البحث. شي كاسكيت شي دي زوجي اللي ممكن تلقى في مسرح مع الاسف ما كاين حتى شي حاجه. بحثوا الناس ديال الدرك طولوا عرض في هذه القضيه هذه. ولكن الناس ديال الدرك كيف قلت انا بحثوا طولوا عرض في القضيه ولكن كان عندهم واحد الريفيرونس واحد المرجع رجعوا لي في اخر المطاف قالوا هاد الشيء اللي وقع لهاد السيد هذا ما يمكنش يكون بمحض الصدفه. بزاف سيد 15 عام هو خدام هنا. سيدي الا كانت فعلا تسرق ابار ديك 12 مليون نخرجوا حنا ديك 12 مليون اللي كانت كامانه عند السيد. سيدي الا عنده رزق ربما ما تيحط شي الفلوس في البنك لان تما ما لقاو لا كارت كيشي لا والو. السيد قال لك ودي راني تنخلصوا بيني وبينه داكشي نقدا وهنا تنخلصوا هنا تنعطيه لونفلوب فيه الفلوس ديالو. قال لك واش من بعد تيدي من البنك اولا تيخليهم تما الله اعلم. قال لك السيد راه 15 عام وخدام معايا. واش هذه 15 عام يلاه غتوقع هذه القضيه بالضبط حتى السيد لان السيد هادو اللي جاو داروا هاد الفعله عرفوا بانه كاين غير بوحدو تما. ثانيا العمال حتى شي واحد ما كاين. الدراري مسافرين عند العائله ديالهم. اخر واحد كان تما راه مشى يوم عرفه والسيد قال لك وصلته داك راه نسيبي خو المدام ديالي وصلته حتى للمحطه خذ الكار. غريب. اذا هادو اللي جاو داروا هاد الفعله ولا هادي اللي جا دار هاد الفعله عارف بان السيد كاين بوحدو عارف بان السيد عنده شي حاجه اللي تسرقات تما وعارف بان السيد احتمال
قال لك لا يستبعد، لان ماشي بمحض الصدفه ان حتى تحطات عنده 12 مليون في ديك العشيه وتقتل في ديك العشيه. بزاف غريب. وهذا اللي دخل عنده اذا انت عرفوا. قالوا لا يستبعد ان كان واحد من المشتبه فيهم في القضيه. مادام السيد قال لك اودي راه حنا اللي عارفين بان راه تحطات 12 مليون تما كامانه. قال لك انا ونسيبي اللي وصلته للمحطه والضحيه الله يرحمه والسيد اللي كيتسال 12 مليون. قال لي راه غندوز ليها ما داش لا النهار اي تداز العيد والغد ليه. عاد قال لي راني دزت تما راني تنصوني الفلان راه كذا راه كذا. قال لي راه ما تيجاونيش. قال لي تندق عليه في الديبو راه ما قال لك عاد جيت. اذا العمال اللي مشاو هذه تقريبا واحد 4 ايام ولا 5 ايام غادي يبحثوا مع الناس ديال دارك، ولكن نسبقوا المعني بالامر. شكون هو النسيب ديال مول الشي. جابوه هذاك الولد رغم ان نسيبو مول الشي. قال لك ودي راه انا اللي قطعت ليه الورقه ديال الكار في هذاك النهار، وقلت ليه ودي راه الكار اللي غادي يمشي للحسيمه راه غادي يخرج مع 6 العشيه. وقال لك وانا ذاك النهار يا يوم عرفه قال لك ودي راني خرجت انا وياه مع 4:30 من هنايا. قلت ليه فلان انا غادي يلا نديك معايا نوصلك حتى لعند المحطه. قال لي بلا ما تعود حتى الطريق الرئيسيه وتاخذ طاكسي وتمشي حتى لساسا ولا تمشي حتى كذا حتى كذا. قال لي غنوصلك حتى لعند المحطه دير شي قهوه تما هي اللي كيكون وصل الوقت ونطالق. قال لك وصلته. قال لك انا اللي قطعت لي تقريبا جويشي 11 النهار ولا 12 النهار ديال هذاك النهار ديال يوم عرفه. الى ان الناس ديال دارك خصهم يبحثوا. جابوا هذاك الولد قال لك اودي ها الورقه ديال الكار اللي قطعت. قال لك ها هي باقا عندي في البسطام ديالي. عائلته قال لك اودي راه فعلا الدري راه جا عندنا، ولكن كانت واحد المفاجاه بالنسبه للناس ديال دارك هما تيبحثوا في هذه القضيه هذه. فرضيه كانت في المحل ديالها، والشخص المهم والشخص المعني والشخص اللي كانت كيخصها تشار لي باصابع الاتهام بطريقه مباشره او غير مباشره هو هذا السيد هذا. قال لك ودي راني مشيت عند العائله ديالي. عائلته هضروا مع الناس ديال دارك في التليفون. قال لك ودي فعلا الدري راه جا عندنا. الدري لا قطع تيقول نسيبو. قال لك انا قطعت لي نهار عرفه تقريبا مع ديك 11 12 ديال النهار وقلت لها الورقه راه الكار اللي غادي يمشي للحسيمه غادي يخرج من المحطه مع 6 العشيه. نورمالمون معاش خصو يوصل الدري للحسيمه. نقول 3 السوايع 4 السوايع 6 العشيه نقولوا حنا ل 10 11 الليل نورمالمون خصو يوصل. عائلته قال لك اودي لا معاش وصل الولد. قال لك اودي راه وصل يوم عيد الاضحى تقريبا في ديك الوقيته ديال الفجر عاد وصل. الدري قال لك اودي لا باش خرجتي. قال لك انا راه نسيتي تقدروا تسولوا راه وصلني حتى للمحطه. اي ركبتي وراه عائلتك تيقولوا ولكن معاش وصلتي تما. قال لك تقريبا 11 12 الليل. قال لك انا وصلت تما. قال لك الكار راه تعطل شويه 12 الليل وصل. هذه الهضره ديالو. قال لي لا الكار راه تعطل بزاف ما تعطلش غير شويه. قال لي عائلتك تيقولوا بان دخلتي تقريبا مع الاذان ديال صلاه الفجر ديال يوم عيد الاضحى. هاد الثغره هذه وهاد الالتباس الحاصل في الاقوال ما بين هذا المعني بالامر هو تيدلي بالاقوال ديالو. تيقول انا راني وصلت ديك الليله تقريبا جويه 12 الليل او 11 الليل. وعائلته تيقولوا هضره اخرى لان العائله ديالو هضروا مع الناس ديال دارك في التليفون وقت لان الناس ديال دارك ما عيطوش للسيد. قالوا لي ودي جي راه حنا بغينا نبحثوا معاك ولا. قالوا للسيد اي نسيب. قال لي ودي هذاك نسيبك راه خصك تتصل به تقول لي ودي جي راه حنا خصنا نبداو الخدمه قبل راه بوفلان راه تلقى مقتول وراه كذا كذا خصك تجي في اقرب وقت. ما تقولش لي راه الجدرميه تيسولوا فيك ولا كذا. بالفعل اتصل بيه قال لي دير خصك تجي. هما مديرين تقريبا الاربعاء ولا الخميس بحسب الهضره ديالو. قال لي دير خصك تجي الغدا. هذاك النهار اللي تلقات الجثه قال لي خصك تجي غدا باش نبداو الخدمه. بوفلان راه مات تلقى مقتول ورجعوا الجدرميه هنا وراه كذا وكذا. جا الدري يوم 3 يبحثوا معاه. ها هو تيقول الهضره اتصلوا بعائلته. عائلته قال لك اودي فعلا الدري راه جا في ديك الليله ولكن راه جا تقريبا حتى لجويه ديك صلاه الفجر ديال يوم عيد الاضحى. الفارق اللي بيناتهم ماشي غير ساعه ولا ساعتين ديال الوقت. الفريق راه كبير بزاف. دري تيقول انا 11 او منتصف الليل كنت في الدار ديالنا وعائلته. قال لك لا قال لك راه الفجر دخل.
عائلته ما عارفينش الناس ديال الدار علاش تيسولوا اصلا في خبارهم راه جريمه قتل كذا وكذا، ولكن ما عارفينش الناس ديال هما تيهضروا على النيه ديالهم، ما عارفينش ولدهم اش قال الجدرميه باش غيقولوا حتى هما نفس الاقوال اللي قال ولدهم الجدرميه. ما تيسولوا الجدرميه تيقولش ما ولدكم قال واش بصح ولا ماشي بصح. ديما اش وصل لك الكود يوصل تقريبا يوم عيد الاضحى مع الفجر، ماشي ساعه ولا ساعتين ديال الفرق. علاش التضارب في الاقوال؟ الدري تيقول انا وصلت مع 11 وفعلا الكار نورمالمون راه غيوصل تما الحسين مع ذاك الوقت، يوصل للمحطه في ذاك التوقيت. علاش الدري دخل حتى الفجر؟ فين قضى هذا الوقت هذا؟ افترضوا انه وصل مع 11 الليل ولا منتصف الليل كاع هادشي، لا تعطل الكار والطريق وربما بزاف ديال الامور. علاش ولد حتى 5 الصباح؟ لان عائلته ما يمكنش غيكذبوا، الجدرميه غيصدقوا باه وامه خوتو عائلته، من اللي غيصدقوهم؟ ما يصدقوش هو. باك امو قال مع الفجر كاينش الهضره. نقول انت معاش ما بغيتي، ولكن فرضا ان الولد وصل في ذاك التوقيت، علاش ما دخلش للدار ديالهم حتى الفجر؟ علاش؟